بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ازيكم عاملين ايه؟ يا رب كلكم تكونوا بخير وصحة وسعادة. وحشتوني جدا جدا كالعادة. يعتبر ده أول فيديو أصوره أو أسجله. أنا صورت فيديوهات بس ما نزلتهاش. طبعا بقالي فترة غايبة عن القناة، وطبعا زعلانة من التفاعل، قلة التفاعل. الظروف اللي فاتت دي غصب عني. عارفين كل واحد فينا بيمر بظروف بتخليه يبقى بعيد عن كل حاجة، يحس انه مالوش مزاج يعمل اي حاجة، ومحتاج انه يحس ان انتم مفتقدين غياب، مفتقدونه او حاسين بغيابه. والفترة اللي فاتت دي كانت كده بالفعل. النهاردة عيد شم النسيم، وللأسف الشديد كل ما قرر ان انا اتمشى او ان انا اعمل رياضة او يحصل خلاص هتحمس للنشاط تاني، يحصل ظروف. بقالي حوالي تقريبا اسبوعين، الحمد لله قدر الله ما شاء فعل. حصل ايه ظروف اللي وقعت على رجلي وعملت جبيرة في رجلي، والدكتور المفروض ان هو قال لي ما تتحركيش وكده. فطبعا بقالي محبوسة في البيت يجي اسبوعين او اكتر، ما طلعتش من البيت. فقلت النهاردة اخد توك توك وناخد توك توك كده. خرجنا في التوك توك، فضلت قاعدة في التوك توك وقلت اصور كده شوية المنظر الجميل ده، النيل والهواء في عيد الربيع أو شم النسيم زي ما بتحبوا تقولوا. الحكاية الهدف مش من الفيديو الاحتفال بشم النسيم أو غيره، الهدف إني كنت مخنوقة من القعدة في البيت، وقلت فرصة أطلع أشوف الدنيا، أشوف الناس، أشوف هوا، أتنفس، أشم الهوا كده في الغروب كده في آخر النهار، وأتنفس هوا طبيعي. وده اللي حصل. كلت آيس كريم واتمشيت، ده طبعا بعد ما اتغدينا وكده. يلا مع بعض كده نتفرج مع بعض كده على باقي الفيديو. شوفوا المناظر اهيت، الناس كلها بقى خارجة، وحاجات كتيرة في الفيديو هنا. تابعوا الفيديو للنهاية، في حاجات جميلة قوي، مناظر اساسا حلوة. والتجمع كده في اخر الطريق كده اهو، احنا التوك توك اللي احنا راكبين اهوت. معلش بقى المناظر، محمود طالع في الصورة اهوت. احنا ما تصورناش اساسا في الفيديو، ان كنا بنصور وكنا قاعدين في التوك توك، ومحمد كان ماسك التليفون وهو اللي صور، وانا صورت في الاخر اخر مقطع كده. صورت شوية علشان كان الناحية اللي انا فيها اللقطات اللي شفناها. فتابعوا الفيديو، نتفرج بقى على النيل كده عندنا في البلد، والمناظر، الشجر والخضرة والهواء. تحسوا كده ان انتوا عايزين تتنفسوا هوا طبيعي، اعصابكم تهدى، تروقوا كده، تحسوا ان انتوا مش عايزين تتحركوا، عايزين بس تتفرجوا كده وتقعدوا في الهوا كده. بس ميزة بقى التوك توك انكم بدل ما انتوا قاعدين في مكان ثابت بتتفرجوا، والمناظر بتتغير حواليكوا كأنها كده ايه، لوحة كده متحركة كده حواليكوا. مشينا كده لحد الآخر، بس بقى في الآخر حصل صدمة بقى من اللي حصل كده. تابعوا الفيديو شوفوا ايه اللي حصل. الفيديو هيبقى طويل شوية، بس هحاول اختصره على قد ما قدرنا. طبعا ايه، الطريق هنا واسع جدا. الطريق اللي قباله كده حصل فيه بقى مش صدمة كده، الحمد لله ربنا سترها. كان هيحصل لنا بقى ايه مشكلة في الطريق، ويحصل لنا حاجة مش كويسة ويتقلب او كده، بس ربنا سترها ان احنا ايه عدت على خير الحمد لله. الطريق ضيق من الناحية التانية، بس الحمد لله بقى ايه لقينا بقى حاجات كده حلوة فرحتنا كده، شكلها حلو ومناظر جميلة وحاجات حلوة في هناك. هنا الناس اكتر في الجهة دي، بس هناك الناحية التانية يعني شايفين الطريق ده، احنا عدينا الطريق ده. النيل عندنا مش، لانها تعتبر ترعة فمش واسعة قوي زي النيل في الصعيد وكده. دي مجرد فرع من النيل او تفريعة كده ترعة. فالمسافة كده ايه بتبقى طويل يعني قصيرة. عدينا من الكوبري من الناحية التانية ورحنا الطريق التاني. واحنا راجعين بقى رجعنا من السكة التانية، مش من هنا. مشينا مسافة يعني ايه طويلة كده، يعني خرجنا حوالي ساعة كده بالتوك توك كده. اكلنا ايس كريم واتفرجنا وشفنا حد بيعمل كده استعراض بالموتوسيكلات، والاولاد قعدوا يتفرجوا. كان يوم كده حلو، تغيير جو، بس مجرد ساعة او كده غيرنا جو. الاولاد كان نفسهم يتمشوا، بس انا طبعا ما ينفعش امشي عشان رجلي متجبسة، فمش هعرف امشي اساسا. ففضلت قاعدة، فضلنا قاعدين لحد ما ايه ما روحنا بقى. قعدنا كده نلف وصورت لكم المناظر الحلوة دي، والحمد لله. كان نفسي اكلمكم كده، بقى لنا كتير ما اتكلمناش.
النهاردة شم النسيم او عيد الربيع، وكان نفسي بقى ايه اخرج واتهوى وكده وبس، وناكل في البيت. الاكل يبقى في البيت احسن بدل الخروج وفي بره وكده. تاكلوا في البيت، تغسلوا ايدكم في البيت، تنضفوا الاكل كويس، تعملوا كوبايه شاي، تظبطوا الدنيا بعد الغداء، وبعد كده بقى تخرجوا. في ناس بتخرج من بدري، شايفين ناس قاعدين فين؟ في ناس قاعده على حاجات وعلى عربيات، وناس قاعده في الاراضي، وناس قاعده على الجسر على الطريق كده في الجسر البحر في حضن المياه كده يعني. واهو شايفين ناس قاعدة اهيت، ودي تكاتك في الطريق، كل دي تكاتك، ودي بقى ايه اماكن. وفي ناس تانية مش فارق معاها اليوم زي ده، لانها بتشتغل وبتشقى على اكل عيشها وبتشتغل في الاراضي. مش كل الناس قاعدة مرفهة وقاعدة في اجازة وبتتفسح. في ناس تانية بتشتغل وبتشوف شغلها بس، ووظيفتها في الحياة هي ان هي تشوف شغلها. يمكن احنا بنتفرج على الجانب الجميل في الموضوع، اللي هو ايه؟ الفسحة والنيل والهواء والخضرة واللعب والايس كريم اهو شايفين بتوع الموتوسيكلات دول كانوا بيعملوا استعراضات. واهو شوف الناس قاعدة، ناس كتير برضو، تجمعات كتيرة. الناس كلها حاسة انه يوم كده عايزة تخرج وتغير المألوف. مش حتة الناس مش في دماغها ان هي ايه بتعمل حاجة غلط ولا حاجة في دماغها بس، وهو مش غلط ان احنا نخرج ونتفسح. بس المشكلة في حياتنا عامة وفي نظام الحياة وفي العرف المتعارف عليه، ان الناس مش اي يوم هيطلعوا، هو يوم واحد معروف ان الناس كلها بتطلع فيه. لكن ممكن على فكرة في اي وقت تاني احنا اللي بايدينا نقدر نغير العادات دي، بايدينا ان احنا نقدر نخرج ونتفسح. لانه طالما مش بنعمل حاجة غلط، نطلع نخرج ونتفسح وناخد الاولاد. ممكن نشوي، ممكن نعمل اكل وناخد شوايه ونشوي في مكان هوا برضو زي ده. حاجات كتيرة ممكن نعملها، بس للأسف احنا تعودنا على عادات، وكمان حياة الأرياف عامة مش بتسمح لينا بأن احنا نتصرف تصرفات أو حاجات، برغم أن هي ممكن تكون عادية جدا ومفيهاش أي مشاكل، بس بتبقى شاذة، يعني خروج عن المألوف أو خروج عن القاعدة، فبيبقى فيها إيه شوية إيه مشاكل. يبقى إيه نقدر بقى إيه نعمل الحاجة اللي نقدر نعملها في الوقت المناسب وخلاص. ولو يوم، لو ساعة، أي وقت في أي مكان، المهم إن احنا نطلع ونغير جو بأي طريقة، حتى لو تعبانين. أنا مثلا النهاردة تعبانة يعني، بس مش معنى إن أنا تعبانة خلاص يعني أحرم نفسي من إن أنا إيه أخرج وأتهوى وأغير جو وأشم نفسي. لأ، لازم أطلع أشوف الدنيا، أشوف الهوا، أشوف الناس، مش على طول قاعدة وحبسة. الناس كلها هيت ناس فرحانة، أقل شيء بقى بيبسط. أو شايفين الاستعراض بتاع الموتوسيكل اهوت، أو شايفين المنظر ده أهو، كان نفسي أوريكم المنظر ده. الحمد لله طلع اهوت. لو الصوت بقى أنا اتخضيت ساعة الموتوسيكل بقى في لقطة تانية. شوفوا اهو الولد ده دلوقتي اهو، اهو أنا اتخضيت في اللقطة دي. اهو شايفين المنظر اهو. توك توك ربنا سترها، كان هيتخبط دلوقتي، بس ربنا سترها وعدت على خير. بس اللقطة هي جات اهيت وشفناها. ايه رأيكم بقى في الفيديو كده؟ منظر خروج عن المألوف. مش عارفة طولت عليكم ولا رغيت كتير ولا ايه، بس كان نفسي كده تغيروا جو معايا وتتفرجوا كده من الأول للآخر على المنظر. اهو الولد رجع تاني اهوت، وهيعمل نفس الاستعراض تاني اهو. احاول اقرب لكم الكاميرا، مش عارفة يقرب ولا ايه. اهو تشوفوا اهو ايدي اهو. اهوت الولد شغال برضو بالموتوسيكل، مش عارفة باينة ولا ايه، باينة برضو بس